السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا معايا هذا الشيء هاد الصور هذه اللي اصلا معبره، كتعبر على بدون صوت. كتعبر على كل شيء. الناس مازالوا في حيرة، مازالوا ما عارفينش المصير ديالهم. واخا المصير نورمالمون هو باين واضح، يعني خصهم يمشيو للشقق ديالهم، ولكن المشكل والاشكال الكبير اللي مطروح هو انهم ما متسلمينش المفاتيح. يعني الناس كتقول كاينه في واحد كاينين جوج فئات. الفئه الاولى اللي تواصلت معاها وكتقول بانها مخلصه كل شيء، مخلصه النوطير، مخلصه جميع الواجبات ديالها، ولكن مازال ما تسلمتش المفاتيح. وواحد الفئه الثانيه اللي مازال اصلا يعني مشروع ديال الياسمين والريحان مازال ما كيناش نهائيا المعالم ديال انهم باش يمشيو يدفعوا، لانهم يمشيو يديروا شي اجراء من هاد الاجراءات اللي مطلوبه منهم. يعني كيمشيو كيسولوا كيقولوا اصلا البنكه اللي غادي تمشيو تبعوا ليها ما كايناش، مازال ما جاتش، سيروا حتى نعيطوا لكم. مادام انكم نتوما كتقولوا الناس سيروا حتى نعيطوا لكم، علاش كتهدموا العباد الله؟ سيروا سرعوا عملي الاجراءات باش الناس على الاقل منين تهدم تمشي نيشان المنزل ديالها، يعني الشقه ديالها، ما تحتاج تمشي تكري. واغلبيه ديال الناس اللي مشاو عطوهم الناس الكلمه ديال انهم يجيو يسكنوا معاهم، يعني يكريو عندهم، من بعد كيتقلبوا عليهم وما كيبقاوش باغيين يكريو ليهم. علاش هذا؟ ما عرفناش علاش، لان كل واحد والظروف ديالو، الله يحسن العوان للجميع. وانما كنطلبوا من الناس اللي مسؤوله يتحركوا ويشوفوا. الله يجازيكم بخير، سيروا شوفوا هاد الناس، وقفوا معاهم. العواشر هادي رمضان قريب، الناس عندهم وليدات كيقراو، زعما راه الناس ديال دور الصفيح ماشي كلهم خايبين، ماشي كلهم مجرمين، ماشي كلهم ما باغينش يريبوا. بالعكس، والله العلي العظيم الا تلاقيت براجل كبير مسن كبير، هو الله تلاقيته هو باغي يريب، ولكن الاجراءات مازال عنده بعيده ومعقده بزاف. الله يجازيكم بالخير يا المسؤولين، وقفوا على هذه العمليه ديال الاجراءات. شوفوا النوطير، شوفوا المسائل هاد، حركوا البنكه، تعطي الناس القروض، تسهل العمليات. علاش كديروا اجراءات صعيبه وتصعبوا الامور وتخليو الناس تمشي تكري؟ الناس عندها مسؤوليات، عندها الله يحسن العوان، عندها داكشي على قد الحال. كاين اللي مسكين ما فعالوش باش انه يمشي يكري، ما قادرش، يلاه كيفكر كيفاش يخلص الطريطه وتزاد عليه يعني الكرا. الصراحه راه الامور شويه صعيبه، راه ماشي كلشي في الناس ديال دور الصفيح لاباس عليهم وعندهم فلوس. الناس اللي لاباس عليها راه ريبات شحال هادي ومشات، لان عندهم فين يمشيو وعندهم يعني ما محتاجينش. والناس اللي محتاجه راه ما هاد الناس اللي باقا دابا راه ما عندهاش ديال بصح، ما عندهاش فين تمشي، وما عندهاش باش تخلص، وما عندهاش ديال بصح. راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه الانسان راه ما يحس بالانسان غير اللي مجرب، وغير اللي في هذيك المحنه. نحنا كنهضروا، ولكن كيبقاو هما اللي حاسين بالمعاناه ديالهم. الله يسهل على كل واحد، والله يسهل على الجميع، وعافاكم السلطات. الله يجازيكم بخير الناس اللي مسؤولين. السيد الوالي عافاكم، سيروا شوفوا الاجراءات اللي معقده، حاولوا تحلوا المشاكل باش ان الناس راه باغا تريب، باغا تمشي تسكن في سكن لائق، باغا تبعد من هذا الشيء هذا. فرحانه وفرحانه بزاف، ولكن الاجراءات هي اللي معطله هذه العمليه هذه. كيف كتشوفوا معايا التراكس مازال خدامه ومازال داخله لدور الصفيح بالدوار بالمكي بالخصوص في عمليات الهدم المستمره. كنتمنى من السلطات تشوف بعين الاعتبار هذه المساله هذه ديال تسريع الاجراءات، باش الناس كيف تاخذ المفتاح ديالها تمشي تريب وتمشي للدار ديالها الشقه يعني.
وصافي. يعني هكا غتكون الامور يعني سهله بالنسبه لهم ولا السلطات. كنتمنى من الجميع مشاركه هذا الفيديو باش يوصل للمسؤولين، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.